يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ وصفتنا مع بعض النهاردة، بس نصلي على النبي كده. يلا نجيب حلة على النار ونحط فيها مية عشان تغلي ونسلق اللحم. بنسلق اللحمة ازاي؟ يا اما بنشوحها في سمنة وبعد كده نضيف المية، يا اما بالطريقة دي. بنحط بقى جزر وبصل وطماطم وورق لوري، حبهان، مستكة، فلفل اسود، وكل المنكهات اللي انت حباها. بعد ما حطيت اللحمة تتسلق كده، هعمل بقى صينيه رقاق. جبت حته زبده صفرا، حطيت فيها حوالي يعني اقل من نص كيلو لحمه كده كان عندي، وضفت عليه شويه من جوز الطيب وشويه فلفل اسود، وهسيب اللحمه تتعصق كده. ونيجي دلوقتي نجيب صينيه وندهن دهنه سمنه كده، وطبعا نبل بقى الرقاق في الشوربه زي ما احنا عارفين الطريقه المعتاده، وبين كل ورقتين كده دهنه سمنه كمان. ونحط النص اللي تحتاني اكتر من النص اللي فوق، الورق اللي هو الجلاجين او الرقاق نفسه يعني. ضفت كده اللحمه المفرومه واحط الكام ورقه اللي فاضلين، وبرده احط ورقه ودهنه ورقه ودهنه، تيجوا نغنيها ورقه ودهنه ورقه ودهنه. وهسيبه كده ادخله الفرن. ودلوقتي بقى نعمل الباميه القمر بتاعتنا. هجيب قطعه من الزبده الصفراء وقطعه وشويه كده من الزيت يسخنوا معايا تمام كده. انزل ببصله مفرومه زي ما احنا شايفين، بعد ما لونها يتغير للون الذهبي الجميل ده. طبعا الدهب غالي، خلي البصل لون الدهب عشان تستمتعي باكلها. ضفت كده نص معلقه ثوم مفروم صغيره، وبعد كده ضفت الطماطم. طبعا الطماطم مش لونها كده بينك زي ما انتم شايفين، الطماطم دي كانت صفرة وما كانتش تنفع للطبيخ. حطيت عليها شويه من حته كده من البنجر وحته من فلفل الرومي اللي هو الاحمر. تمام. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل وكمون وبابريكا وشطه وكل التوابل اللي انا حباها يعني. دلوقتي هعمل الرز، قطعة زبدة كده على شوية زيت، هشوح الرز كده ويخليه يتوغل في السمنة عشان يتشرب بقى طعمه حلو. شوية ملح، نص مكعب مرق لو حبة. وبعد كده نضيف العقل، العقل يعني المية بتبقى قد الرز، يعني المية بتبقى قد الرز المصري. الرز البسمتي المية بتبقى الضعف. هغطي عليه كده وهغطيه يغلي. وبعد كده رجعنا للتاني للتسبيكة اللي لونها رائع. شايفين التسبيكة لونها ايه؟ حتة بنجر هتودي الصلصة بتاعتك في حتة تانية خالص. كده حطيت البامية وطلعت بقى الرق من الفرن، قطعته كده شايفين مورق وجميل ازاي وزي الفطير بالظبط. البامية استوت معايا ولونها تحفة. بحب احط زيت مع الزبدة دايما، الاكل يبقى طعمه حلو والزيت بيلمع الاكل. طبعا الرز اللحمه استوت معايا وبقت تحفه. حابه تعملي اللحمه في الباميه تمام، مش حابه اخليها كده مسلوقه. بالف هنا وشفا.